الطريقة الصينية هي طريقة جديدة في عالم تدريبات التنمية البشرية وبينفذها المدرب المصري رامي شكري. هنعرف تفاصيل أكتر من خلال أستاذ رامي. منورنا رامي في عيد شباب. اهلا بيكم. اهلا بيك يا رامي. اهلا بيك ساره. في البدايه عايزين نتعرف عليك شخصيا، وبعدين ليه اخترت بقى الطريقه الصينيه في التنميه البشريه؟ اوكي، اولا سعيد جدا ان اكون موجود معاكم في برنامج مهم وهادف للشباب بشكل عام. باختصار شديد، انا في يوم من الايام حضرت محاضره، وحظي الكويس ان حضرت محاضره مع ناس صينيين، واللي كان بيشدني اكتر وبيشغلني ان احضر معاهم ان الناس الصينيين دول حققوا نجاح وانجاز ضخم على مستوى العالم. طبعا عددهم يوصل لمليار واكتر من 200 مليون. لكن والناس دي كان عندها مشكله وتحدي كبير جدا في حياتها، وقدرت تتغلب عليها لما لقوا ان اكبر ازمه عندهم هو التعداد السكاني، مليار و300 مليون. منين يجيبوا لهم شغل؟ منين يجيبوا لهم؟ صحيح. الموضوع كان بالنسبه لهم صعب جدا. لحد ما في يوم انطلقوا وعرفوا ان الثروه الحقيقيه عندهم في حياتهم هي الثروه البشريه. فانطلقوا من المفهوم ده وبداوا يرسخوا مفاهيم جديده، وفي الوقت ده بداوا يقلدوا الدول المتطوره بشكل عالي جدا جدا، واصبحوا هم اكتر الدول الناجحه جدا جدا في انها تقدر تطبق القصص الناجحه للدول المتقدمه على مستوى العالم. وبعد كده عملوا طفره في العالم، واصبحت الصين واحده من اكبر الدول المنطلقه ومن اكبر 5 دول اقتصاديه على مستوى العالم. فعجبني جدا، شدني مفهوم الصينيين، شدني فكر الشعب العظيم ده والرقم الكبير ده وازاي غيروا حياتهم. فانطلقت ان انا اركز في المدرسه الصينيه والامريكيه، على اساس ان الصين وامريكا الاثنين يعتبروا 2 من الدول القويه جدا متطوره. فازاي ناخد الحاجات الناجحه اللي تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا ونقدر نعمل بيها طفره جديده في حياتنا. كويس. طيب يا رامي، هي طريقة جديدة وطريقة صينية، ايه هي بقى؟ يعني عايزك تشرح لي ايه هي الطريقة الصينية. باختصار شديد جدا، احنا يمكن اتعلمنا دايما في دراستنا وفي تعليمنا لاكثر من 14 سنه تقريبا كل الكلام نظري اكتر، والموضوع احفظ احسن ما تفهم. لدرجه الناس ممكن تخش يبقى بيذاكر طول السنه وفي الاخر بعد ما ذاكر مجرد ما خرج من الامتحان ربما لو سالته عملت ايه في السؤال الثالث، خلاص انا الموضوع انتهى، خلاص ذاكر وطلع. بالظبط. لكن المدرسه الصينيه بتعتمد اكتر على الجانب العملي والجزء العملي، بالظبط، الفهم للموضوع وتطبيق الموضوع. وان الناس دول فكرهم الصينيين كله فكر ابداع، ازاي يبدع وازاي يفكر وازاي ينشئ حاجه ثانيه. كل اللي كان بيجي في بالي ان احنا شعب اغلبنا كان بيفكر اتعلم ان الامان والاستقرار وانه يشتغل واخر الشهر ياخد فلوس، بغض النظر اذا كانت دي هتعيشه الحياه الكريمه ولا لا، لكن هو بيكمل مسيره يعني موضوع روتين. لكن كان كل تفكيري ازاي نقدر نغير ونرسخ مفاهيم جديده عند الشباب، مش بس عند الشباب، عند كل الناس، ان ازاي كل واحد يكون هو مؤهل وعنده المهارات والسلوكيات والعادات الكويسه اللي يقدر بيها يكون هو عنده كنز كبير جدا جدا تكون الاماكن الثانيه هي اللي محتاجاه، يقدر يكاري بشكل جديد. ففي كل التدريبات اللي استخدمتها ان مش بس يكون جزء نظري، الصينيين اشتغلوا بشكل قوي جدا على الشعب بتاعهم على العقل والقلب والروح. فالروحانيات عندهم عاليه جدا جدا ويشتغلوا على الثلاثه مع بعض. كل سيشن بتتعمل بيبقى فيها جزء نظري وفيها جزء مديتيشن هيبنوسيس، جزء التامل، وده بتكون اسرع في انك تدخل للا وعي للشخص اللي قدامك. وفي جزء تاني عملي، يعني اللي بيتعلموا نظري ده لو بنتكلم عن الاصرار او بنتكلم عن الرغبه او عن الدافع، ازاي الشخص ده يطبق ده عملي في حاجات بيعملوها الصينيين في الساموراي عندهم بطرق معينه، فيلمس اللي انا عايز اوصله له، مش مجرد الكلام اللي موجود جوه ده. مع الجانب الروحاني ده فتلاقي ان في تدريبات ممكن يكون فيها 1000 أو 2000 شخص، وجوه الجامعات في وقت ربما يكون مش مؤهل فيها، وجوه الجامعه خلاص الموضوع روتيني بالنسبه له، لكن تلاقي ان ممكن 1000 واحد او 2000 واحد بيعيطوا وبيبكوا. ده لان الناس كلها في مصر دلوقتي اغلبها محتاج لتاهيل نفسي، صحيح، ازاي اتاهل نفسيا بشكل جديد عشان اقدر ادي في شغلي او ادي في اي حاجه ثانيه، اقدر ابدا بشكل جديد وقوي. وكل الاساس انك لازم تخرج بره الصف. مصر تعتبر واحده من الدول الكبيره اللي فيها اكبر هيكل وظيفي على مستوى العالم، بغض النظر انك ممكن تخش في منظومه معينه فتلاقي مكتب القوه اللي فيه 14 شخص وفي الاخر هم 3 4 اللي فاهمين، لكن الدوله عايزه كمان تساعد ناس ثانيه انها تعمل حاجه. دي حقيقه. تاهيل الشباب انه علشان يخرج ويلاقي فرصه ثانيه بالنسبه له ما بقاش ده موجود قوي خالص. فحاله الاحباط اللي سادت واللي اتفتح فيها الجرح في السنين الاخيره دي، اتفتح الجرح لكن ما كانش فيه ايه الحل اللي موجود. مش في دواء للجرح اللي مفيش دواء ليه خالص. فتخيل الناس بتدرس في حياتها وعارف ان هيخرج مفيش فرصه شغل،
وان ربما اللي درسه ملوش علاقه بالحياه العمليه اللي هو يبقى فيها. ازاي نأهل الناس دي وازاي نرجعها للجو ده. منظومة كبيرة من الإحباط متوالية جداً. محتاجة حل عملي أكتر ما هو نظري، لأن الناس كانت فعلا ابتدت تستقبل بس كلام كلام كلام، ما كانش فيه أي حلول عملية. أنا أحل الموضوع ده إزاي؟ طيب ده خليني أسألك، إيه الفرق ما بين المدرسة الصينية وأي مدرسة تانية في التنمية البشرية؟ يمكن الفرق الجوهري بين المدرسه الصينيه والمدارس الثانيه، زي ما قلت لكم الموضوع مش معتمد بس على انه محاضر بينقل معلومات لاشخاص. فلو انا اتنقلت لي المعلومات وانا مش حاسس بيها ومش مؤمن بيها، عمري ما هستوعب وما عنديش رؤيه لبكره، الموضوع بالنسبه لي صعب. طبعا. المدارس الصينيه بتشتغل على المشاعر والاحاسيس مع المعلومات، علشان انا ابقى مصدق حاجه قوي مش هتجيلي مجرد معلومه، لا انا اتعايش فيها واجربها بشكل عملي. يعني ممكن اكلم حد عن السلوك، ما هو 90% من الشخصيه الناجحه سلوك وصفات، وال10% التانيين مهاره. ازاي اوصله للمرحله دي وازاي اديله طريق انه ينجز في حياته بشكل قوي؟ لازم اخليه يجرب تجارب عمليه. بلس ان انا كمان شخص عندي تجارب في حياتي، انا ما كنتش ناجح للاسف بالشكل الحقيقي دراسيا خالص، لحد ما في يوم سمعت محاضره بره بقى، فحسيت لا ده في قناعات تانية، في مفهوم جديد. لما ابتديت في الموضوع ابتديت وانا عندي حوالي 22 سنه، فوانا جوه الجامعه كان كل تفكيري طب اتعلم اكتر، طب افهم اكتر، طب يبقى عندي مهارات معينه وسلوك قويه، كويس، بحيث كان اكتر بدري. مكان جدا ما كانش متأخر يعني خالص كويس. خالص، بس علشان جات لي فرصه ان حد يديني مفهوم جديد عن التغيير او مفهوم جديد عن النجاح، وحد يقول لي لا بكره مش اسود كده، لا في ناس موجوده في مصر حققت نجاح ساحق في الوقت اللي الناس كلها كسوله وشايفه ان مفيش فرصه ومفيش نجاح وكده كده اللي بعمله ما فيهوش فايده. ده كان احسن وقت اشتغل فيه. انطلقت تدريجيا في المدارس الاسيويه وسافرت في دول كتير على مستوى العالم، وبدات اتعلم وبدات ادرب لحد اخيرا في الصين كنت عامل تدريب ضخم جدا جدا، يعني علشان ننشر ثقافه ان في مصريين برضه عندهم تاريخ قوي. هنتعلم من الدول الثانيه لانهم طبقوا، خدوا تاريخنا القوي وخدوا حضارتنا القويه وطبقوها، لا ناخد التطبيق ده ونرجع تاني وتبقى من مصر للعالم ومن العالم لمصر ننشر ثقافتنا. طيب رامي، انت قلت لي بتشتغل على المشاعر بالظبط. ازاي؟ يعني اديني مثل كده، لو حد عنده مشكله فانت بتقول له الاول ازاي تغير سلوكياتك، وبتشتغل على المشاعر ازاي؟ اديني مثال. كويس. مبدئيا انا اغلب التدريبات اللي بعملها كلها فيها تعايش. انت عايز تخلق للشخص اللي قدامك بيئه ونموذج ناجح جدا جدا يسمعك. الاول لما بيشوف ان في شخص قدامه ربما يكون حقق نتائج ناجحه في حياته فده هيخليه يسمع. النقطه الثانيه لما يلاقي ان الشخص ونفس الظروف فهيبدا يسمع معاك. تمام. التعايش بيحصل لمده على اقل تدريب 3 ايام، الناس موجوده فيها مع بعض، يحصل عمليه برمجه ثانيه خالص، واستخدم فيها حاجات في NLP والتايم لاين ثيرابي. لو اتكلمت دلوقتي الكلام اللي بنتكلمه فهو وعي. لما بيحصل المديتيشن وفي حاله معينه لتمارين تنفس، الشخص ده بيفصل تماما الوعي عنده، واللاوعي بيستجيب انه يسمع المعلومات ويغير القناعات اللي عنده بشكل سريع وقوي. فانا برجع معاه خالص ان انا اعمل زي ديليت، ادلت حاجات قديمه قوي الاول، اوصل للعمق جواه، سواء في كل الجوانب الاسريه او الاجتماعيه او من ناحيه ازاي يعني بتقعد تتكلم معاه تعرف كل حاجه عنه الاول؟ هو ما بيتكلمش، كل حياته المجموعه كلها قاعده، كلها في كلام، في ثوابت للنفس البشريه، كل الناس عايزه تنجح، في ثوابت كل الناس عايزه تتغير. ازاي بقى هو مش عارف؟ انا بشتغل على الحاجات الاساسيه اللي موجوده اللي رجعه تاني انسان قادر يسمع وقادر يكريت. فالناس كلها بتبقى في المرحله الاولى المديتيشن، لما بتوصل للعمق عنده، العمق في المشاكل والظروف والبلد وربما الفقر وعدم وجود فرصه موجوده والاب والام، فبتوصل معاه لمرحله هو خلاص انت بتطلع العقد، انت بتجيب العقد والمشاكل الكبيره اللي موجوده جواه تتضخم جدا، لان كل واحد عنده مواقف اكيد وثابته. لما يبدا الجانب العاطفي عند الشخص يتحرك جدا جدا، يبدا في اللحظه دي العقل يكون عنده استعداد للاستجابه، انه يسمع معلومات جديده. دوري اغير قناعات واطور له واصحح له مفاهيم جديده تبقى موجوده بالنسبه له، بس على شرط انك تكلمه في الواقع برضه. ما مش عايز تقول له لا ده الحياه جميله والدنيا لذيذه لا، انت عايز توري له طب ادينا نماذج. فادينا نماذج على اشخاص الناس لو عايزه تشوف النجاح فعايزه تشوفه في حد منهم عاش نفس الظروف وعاش نفس الحاله، عشان يبقى قريب منه ويصدق انه ده ممكن بيحصل يعني. دي حقيقه دي حقيقه. تمام. طيب يا رامي، احنا معانا فيديو بيشرح او بيتكلم عن شكل التدريب وبيبين شكل التدريب عامل ازاي. تعالى نروح نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا.
الموضوع كبير قوي. يعني واضح من الفيديو انه في تمرينات وترابط ما بين الناس وواضح ان هم متحمسين جدا وعايزين يتقدموا فعلا وعايزين يتغيروا. ده واضح جدا من الفيديو ان هم كمان هم متصلين ببعض قوي وفي روح كده من التعاون وطاقه كده شاملاهم كلهم. لكن ما فيش شك انك يعني انا في الفتره الاخيره مع وزاره الشباب بصراحه وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز عنده اهتمام رائع جدا بموضوع الشباب. لما بتدخل في الجامعات لو بنتكلم على فئه الشباب لما بتدخل الجامعه فالناس كلها داخله محبطه. هو عارف انه كان نفسه يجيب مجموع كويس ويخش كليه معينه فجاب مجموع وحش فدخل كليه مالهاش علاقه باللي هو عايزه. اضطر يذاكر مذاكره مالهاش علاقه بالموضوع وعارف ان هيخرج للاسف ما عندوش الفرصه الحقيقيه انه ينجح. فالناس مش بتخش كده. الناس بتخش ما عندهاش امل في بكره والظروف اللي حواليها كلها بتوصلها لدي. المهم انه يتصدم بقى بالواقع وكمان ما يفضلش يبرر لنفسه ويقول اعذار لنفسه. طبعا. انت في دوله النهارده مش مطلوب منها. الدوله بالنسبه لي عامله زي الاب والام. فلو والدي ووالدتي ناس فقراء فده مش معناه ان انا لازم اطلع زيهم. ده انا عايز اعوض الجزئيه دي. ولا معنى ان والدي ووالدتي لو في وقت من الاوقات مش قادرين يتفاهموا معانا ويسايسوا البيت بشكل صح فده مش معناه ان انا لازم ادمر البيت وافجر البيت اللي انا فيه. نفس الفكره الدوله. خلاص هي بلدي انا جيت في البلد دي وموجود فيها وكل واحد بيدير فيها هو مصري في الاخر. الفكره ازاي نطلع جيل جديد وازاي نغير مفاهيم جديده يبقى فيها مفهوم ان الاثنين يشتغلوا مع بعض. ده جانب وده جانب. الدوله علشان تنجح وانت يبقى عندك الفرص الشغل الكبيره انت محتاج انت الاول الدوله تلاقي حد عنده الكفاءه العاليه. مش حد ذاكر وخلص وجاب مجموع ما هم كتير ملايين. طبعا. وفي نفس الوقت انت كمان مش مطلوب منك انك تفضل قاعد عشان الدوله تدي لك الفرصه الحقيقيه او الوظيفه اللي موجوده اللي هي لو بالشكل الوظائف الروتينيه العاديه مش هي دي اللي هتحقق لك طفره في حياتك. خالص انت هتكمل مسيره والدك وجدك وجد جدك لحد رمسيس نفسه هتمشي في نفس الصف. لكن كاري شكل جديد. فكر في طريقه جديده. طب اعمل ده ازاي؟ الاول لازم الشخص يعرف ايه هي امكانياته اللي موجوده عنده. 2 ايه المهارات المطلوبه دلوقتي في سوق العمل او في الحياه دي علشان اقدر اكون انا الشخص المطلوب. ما عملتش حاجه وانا مش عايزيني. بالظبط. انا عمري ما اشتغلت في شركه كذا وتاخد كذا اخر الشهر وبس. لا كان الاساس عندي على قد اللي انا هعمله من فضلك اديني نتيجته. لو هوصل نتيجه ماديه 10000 ادومني. لو هوصل ل 100000 ادومني. المهم انا اوصلك اللي انت عايزه. صح. فاللي بيني وبين الشخص الثاني هو المجهود. لما بعمل انترفيو وانا موجود في شركات معينه لناس ثانيه فهو جاي فبتساله ايه اللي عندك؟ فالشهاده بالنسبه له لو طلعها ما في ملايين عندهم شهادات. صحيح. حتى دايما اتكلم كده مع الناس. لكن الشركات عايزه بس هو عايز كمان واحد كفء وعايز واحد يضيف للمنظومه. مش عايز واحد لسه يبقى عنده لسه يتعلم. فالناس دايما يكون اغلب الردود طب جربني بس انا عندي حماس عالي انا ممكن اكسر الدنيا. ما دول كتير. والناس اللي عندها اصحاب البيزنس او اصحاب المنظومات دي عايز حد يجي يضيف على طول مش ياخد معاه وقت تاني موجود. فالوقت ده فرصه كويسه للناس اللي في الجامعات تتعلم فيه واللي اتخرج انه يبقى عنده المهارات الكويسه اللي الناس تستقبله بيها. طب هو ازاي بيكتسب المهارات دي؟ يعني انتوا بتشتغلوا عليه ان هو يكتسب كل المهارات في خلال فتره الجامعه عشان يطلع خلاص مش محتاج ان هو يتعلم حاجه هو داخل عارف مقرر ومتارجت هو داخل يعمل ايه؟ بالظبط. انا عندي 2 يعني اكتر من اتجاه الشباب واتجاه الناس الكبار او الموظفين. الشباب انا عايز احصنه من دلوقتي انه يفهم يبقى عنده عادات مختلفه ويبقى عنده مفاهيم مختلفه ويعرف ان هو اللي يقدر يخلق الفرصه مش ينتظر الفرصه. يكريت شكل يكريت في حياته واقول له طبعا اختار من دلوقتي الكارير واللي انت رايح فيه وادرس فيه. وخلي بالك انت في الجامعه مش مطلوب ان يبقى عندك تسرع. ده انت محتاج صبر. صح. ومحتاج تتعلم وتفهم عشان تخرج الناس تطلبك ازاي. اما الموظفين هو خلاص جوه هو شايف انه جوه مكان روتيني معين. اوكي ليه لا استمر جوه الصف وخليك. ده بتقنعه ازاي يعني اللي جوه ده خلاص سيستم نفسه سيستم روتيني ان انا باخد سي كذا رقم بعيش بيه خلاص. بالظبط. بتقدر ازاي تخش له او تكسر الحاجز اللي بينك وبينه عشان تقنعه بالجديد؟ اولا دي نقطه مهمه. هو خلاص اتبرمج على الطريق ده وما عندوش اختيار تاني. لو عنده اختيار تاني اكيد كان ساب الحاجه دي. او ممكن يكون الصف ناجح جدا. ما انا ممكن اوصل لمناصب عاليه واحقق ارقام كبيره وده محتاج مني وقت شويه يعني. لكن هنا على الاقل انه حافظ على الصف بس وانت جوه الصف فكر انك تعمل حاجه تانية. فكر انك تبني المشروع الخاص ليك. فكر انك تبني البيزنس الخاص. فكر بره الصندوق اللي انت فيه. فكر بيه. ولما ده انت تكتمل ويبقى عندك مهارات للاداره وعندك الفكر العالي وشغل يجيب لك فلوس وتبتدي واحده واحده لما مشروعك يبقى قوي ممكن بعد كده تدريجيا تتنازل عن ده. تتنازل عن ده فتقدر تعمل نجاح اكبر واعلى بكتير جدا وادي الفرصه لحد تاني يخش في الصف لحد ما هو كمان يقدر يعرف طريق تاني يبقى موجود ليه.
شفت حالات بعينك يعني اتطورت واتغيرت ولمست النجاح فيها؟ كانت احكي لي النماذج دي. جدا، يعني انا من الحاجات اللي اتعلمتها جدا في طول الفتره في ال10 سنين اللي فاتوا لما كنت بدي تدريبات، وللاسف كان تركيزي اكتر بره مصر ان اتعلم واجرب كمان بره هناك، ودلوقتي كل تركيزي جوه مصر. ان كنت بصور الناس في كل يوم تدريب الصبح هو داخل عامل ازاي، هتشوفوا وشوش شكلها غريبه وناس بتدافع لان التغيير دايما مقاومه للناس. وتاني يوم احساسهم ايه، وتالت يوم والناس بتتكلم عن مشاكلها طول فتره التدريب. طبعا. وبعدين افضل مستمر معاه بالمتابعه شهر واثنين وثلاثه وسنه وسنتين. انا مصوره في حالته هو لسه عنده احباط من ركود، خلاص هو مش موجود. وبعد فتره كبيره دلوقتي لما بستخدم التدريبات بطلع نماذج، اجيب ناس هو يقول مشاركته كان ايه، انه كان قد ايه محبط. مش بس محبط، ده اقرب المقربين ليه احيانا بيحبطوه بطريقه غير مباشره، هم مش قاصدين. فبجيب النماذج دي واجيبه دلوقتي ان انا متابعهم عشان هو كمان لما ينجح بقى قصه نجاح. صح. فلما الناس التانية تسمعه ويكون قريب منه في السن يفرق، فباخد اعمار مختلفه كويس. من الاشخاص الموجودين واقدر احقق بيهم نجاح كويس. يعني هو تفتكر التنميه البشريه دلوقتي هتاخد مكان في وجدان الناس اكتر، يعني وكمان تصلح نفسيتهم وتنميهم اكتر من الطب النفسي؟ كل حاجه يعني كل مجال ودوره مهم، كل شخص ودوره مهم، ما ينفعش نجهل حاجه عن التاني. ولكن احنا في لغه عصر جديده. الدين محتاج حتى يوصل للناس اللي موجوده بطريقه تانية ربما ما يكونش فيها التشدد. احنا ممكن نسمع الصوت العالي فنبعد عنه على طول. صح. ازاي استخدم في العصر الجديد ده طريقه سهله وبسيطه يفهمها الناس التانية، وفي نفس الوقت تبقى انت واقعي وانت بتتكلم معاهم. فكرتي انا بقى كل تركيزي دلوقتي الاساس على الناس المدرسين والناس المعيدين وحتى الناس الدكاتره اللي موجودين. الطالب اللي قاعد ده مش عايز يشوف حاجه نمطيه. طول عمرنا كنا بنذاكر للمدرس او للاستاذ اللي هي بدايه حياتي بقى، حياتي هتتشكل والوعي والادراك هتشكل من الناس دول. طبعا. كنا بنحب قوي اللي بيدي طريقه حلوه وجميله ويحببنا في احنا دايما علشان السهل. انا هنجح علشانك. صح. يعني انا مركز في الموضوع عشانك انت. فبقى نفسيا كمان، يعني انا بحب مدرس ممكن انجح في الماده عشان انا بحبه مش عشان هي الماده كويسه. بالظبط كده. دي الحقيقه. فاحنا عايزين نعمل فكره التواصل، فجوه التواصل اللي موجوده سواء في الجامعات. فاحنا كده بنشتغل على فئه شباب عاليه جدا، محتاجين ناس تفهمهم. والشباب ما بقاش الشباب ذكي جدا، ما بقاش كلام يوديه وكلام يجيبه. لكن في نفس الوقت هو كمان لازم يفهم مرحله التغيير دلوقتي لازم تبقى مختلفه، مش كل مره اتغير بيها حاجه فانت هتعملها بنفس الطريقه. الوقت اختلف، واذا كنت انت بتفكر في ان الدنيا تتغير من حواليك ففكر في نفسك. انا فاكر كويس انه كان اعظم حلم في حياتي ان انا اسيب البلد دي واخرج بره. ولما اخرج بره زي والدي، لان والدي شخصيه طموحه جدا جدا، وبصراحه نقلنا نقله تانية في حياتنا. لكن كنت شايف ان النجاح ان انا اخرج من هنا خالص. وبعدين فهمت طب لا، اذا كانت الدوله دي عدد الناجحين فيها قليلين والناس اللي عندها اعذار كتيره وقاعده ومستنيه وكسوله، دي الفرصه. انا اظهر هنا، انا ما اظهرش بره. صح. انا بره في فرصه للتنافس عاليه جدا، لكن هنا اقدر احقق نجاح صح. اخيرا من يومين اول امبارح تقريبا كان انتهاء تدريب، كان في ناس موجوده كتير طبعا من مصر ومن سوريا ومن جنوب افريقيا ومن السودان ومن تشاد. والناس جايه تسمع وتتعلم تفهم حاجه جديده، وكان اغلبهم في اكتر من 50 مدرب. وفكره هنا المدربين للاسف في فكره التنافسيه الغير مفهومه، لكن الناس اللي جت دي كانت ناس مرنه وقويه جدا، وكنت بدي معاهم مفهوم جديد. الناس لازم يبقى عندها التسامح والحب والترابط والتواصل. دي اهم حاجه تكون ما بين ده الناس. هدفي. رامي انت يعني للاسف وقتنا خلص، وكلامك ما شاء الله ممتع جدا طبعا. واكيد هيبقى لينا لقاء اخر مره اخرى. نورتنا في عيش شباب، ومستنيين نشوفك تاني نكمل كلامنا باذن الله. نورتنا يا رامي. شكرا نورتنا جدا أهلاً ليك. بيك. شكرا. شباب فاصل ونرجع نكمل فقراتنا، خليكم معنا.